السلام عليكم. بلا تمره بلا عذاب بلا قلي، دجاج محمر ومعمر في الفران بالشعريه ديال الروز اللي غندير له واحد التتبيله لذيذه بزاف. كندخلوا الفران وكنتهناو. ما نعاودش لكم شحال كيجي لذيذ وكيجي دجاج فتي. جربوا وردوا عليا اخبار. بركه الله. تتبيله الدجاج اللي غنقولهم لكم غنخليهم مكتوبين لتحت. عندي 2 معالق كبار من القزبر معدنوس، ملعقه صغيره ديال الثومه محكوكه، نصف حامضه مصيره، ملعقه كبيره ديال المطارد، وملعقه صغيره ديال الهريسه، ملعقه صغيره وكل من القزبر يابس، كركم او خرقوم بلدي، الابزار او فلفل اسود، سكينجبير او زنجبيل، ربع كاس من زيت الزيتون، وربع كاس ديال الماء، نصف عصير ديال حامضه، وجوج ضامات ديال الزعفران. هاد المقادير ديال 2 دجاجات. الا بغينا نديرو اكثر غادي نكثروا المقادير، بغينا نديرو اقل غنديرو النصف ديال المقادير. كنا غنديرو دجاجه غنديرو النص ديال الكميه. عندي الدجاج اللي مغسول مزيان بالحامض مشلل ومسخطر. غندير ليه التتبيله وغنخليه حتى الغد الاخر في الثلاجه. نقدروا نستعملوه مباشره، ولكن بهذه الطريقه الا بيتنا في التتبيله راه كيجي لذيذ بزاف. عندي 250 غرام ديال الشعريه ديال الروز درتها غير في الماء المغلي مده ديال 10 دقائق. قطعتها، ضفت عليها الزيتون وضفت عليها 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس، هما اللي غنديرهم كحشوه للدجاجه. نقدروا نديروا الكبده، نقدروا نديروا كفته، نشحرهم غير بشويه مليحه وزويته ونضيفوهم لهاد الشعريه هذه. درت الحشوه الدجاج ديالي. من بعد غناخذ واحد كيغدون اللي غادي نشد به الدجاج مزيان بهذه الطريقه. في هذه الفتره هذه شعلت الفران لتحت والفوق على درجه الحراره متوسطه. خديت واحد المول ديال الفرن اللي كندير ليه بابي الومنيوم، من بين كندير ليه بابي كويسون او ورق الزبده، ونغلف الدجاج ديالي مزيان على هذا الشكل. نغلف الدجاج بواحد الشكل اللي هو جيد وندخلو الفران. بعد ساعه ونص نقلبوا الدجاج ديالنا نشوفوا واش طاب ولا مازال. لقيت الدجاج ديالي طايب مزيان. درت شويه ديال الهريسه وشويه ديال الزبده كندهن، كيعطي واحد اللون ذهبي زوين وما كيجيش حار، راه كيجي مزيان. بعد ما دخلته عاود حمرته واحد شويه وخرجته. مرق ديال الدجاج اللي بقى ليا لتحت كندهن به الدجاجه، كيعطيني واحد اللون زوين. في نفس الوقت كيبقى الدجاج فتي ونتناولوا بالصحه والراحه. لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك.